اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الرشيد. هنا متابعي قناه الشعب، حركيه كاتفه باشهر شارع معروف بالمدينه، شارع مدغره، والساكنه متابعي قناه شوف تي في هذه الاثناء خارجه ان تغدى استعدادا لشهر رمضان المبارك. الله يدخل عليكم بالصحه ان شاء الله والسلامه والعافيه، ويفتح وكذلك بيبان خير لكل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج ارض الوطن. فاكيد هنا شارع مدغره معروف بالمدينه، واي مدينه الا واننا كنعرفوا بان يعني عندها شارع معروف وكيعرف يعني كيشهد واحد الاكتضاد وواحد الكثافه ديال ساكنه المدينه، واللي كيخرجوا انهم يتقداو ما تيسر استعدادا للشهر المبارك. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، وبغينا كل متابعي قناه شوف تي في يقولوا لنا ملي كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر اللي كنتمناو وكذلك مدينه الرشيديه ان شاء الله ازدهار وتنميه اللي تليق بكل ساكنتها، فلقد طال الانتظار. وكذلك يعني يبقى هذا البث للمجموعه من ساكنه مدينه الرشيديه اللي في الحقيقه وكذلك اشتاقوا المدينه، وربما انهم يعني في الديار الاوروبيه، وزيد على ذلك يعني في مجموعه من المدن ديال المملكه المغربيه العربيه الشريفه، لان اسماء وازنه رحلات هاجرت مدينه الرشيديه بحثا وكذلك على لقمه العيش. ومن اشهر الشوارع اللي معروف بمدينه الرشيديه اللي هو شارع مدغره، اكيد ان الكل يعلم والكل يعرف يعني شارع مدغره اللي معروف مجموعه من الباعه المتجولين اللي في الحقيقه الله يسهل عليهم ويسهل على الجميع. وعلى مقربة واقتراب يعني الشهر المبارك شهر رمضان، الا وان الساكنه خارجه في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في باش انها تقدم ما تيسر استعدادا لشهر رمضان. اكيد ان شهر رمضان معروف يعني بسلو وهاد الزميطه والبريوات والشباكيه ومجموعه من الاشياء. لهذا كنشوفوا جميع الاسر بمدينه الرشيديه الا وانها كتستعد للشهر الفضيل الشهر المبارك. فاكيد الله يدخل عليكم يعني بالصحه والسلامه ان شاء الله في هذا الشهر ديال شعبان وشهر وكذلك رمضان. وبغينا وكذلك يقولوا لنا المتابعين منين كيشاهدوا معنا هذا البث المباشر وكيف دايره الاجواء عندهم. وبالنسبه للسي جمال اللي كيقول لك اتقوا الله بان هذا الشهر ديال رمضان هو الشهر ديال العباده والمغفره، ماشي الشهر ديال الاكل والشرب والافتخار. فاخويا اش غادي نقول لك، راه كل شهر وشهر الحمد لله. اكيد شهر رمضان واش كتدخل لشي دار يعني على سبيل المثال السي جمال، الدار ديالك ما غاديش نلقاو فيها الزميطه، ما غاديش نلقاو فيها الشباكيه، ما غاديش نلقاو فيها ما تيسر مثلا اللي كيديروا يعني في الشهر المبارك. هذا امر عادي الحمد لله، هذا كيتسمى شهر مغفره وشهر عباده وشهر وكذلك حتى هو مناسبه دينيه اللي الانسان حتى هو راه كياكل فيها وكيشرب فيها عادي، ماشي غادي يصوم ليله نهار. فحياك الله والشكر الجزيل لك خويا جمال، ونهال ايه اوفيسيال، وتبارك الله عليكم والشكر موصول لكل متابعي قناه شوف تي في اللي كيشاهدونا يعني داخل الوطن وخارج ارض الوطن. وهذه عاوتاني وكذلك يعني جوله اللي كتسمى جوله ليليه باش ان ساكنه المنطقه اللي اشتاقوا مدينه الرشيديه انهم يشوفوا المدينه كيفاش راها في هذه الايام المباركه، وندعيو مع بعضياتنا. وهذا هو هذه هي التقوى وهذه هي المغفره وهذه هي الصلاه، انه الا كان واحد الاحترام متبادل بيناتنا وكانت واحد الحب واحد التناسق بيناتنا، فهذاك هو هذيك هي العباده وهذيك هي المغفره وهذيك هي كلشي. فحياكم الله وتبارك الله عليكم والشكر موصول كل متابعي قناه شوف تي في. يحييكم بعود قناه الشعب بجهه درعا فيلالت، ورمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، ودعواتكم مع المملكة المغربية العربية الشريفة.
ودائما يبقى شعارنا الخالد والأبدي: الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين المنافقين والنمامين وجيران السوء وناهبي المال العام. تحية للسي جمال او جواد اللي كيقول لك تحيه للوزازن، وتحيه كبيره لك اخويا جواد، تحيه كبيره من قلب مدينه الرشيديه عاصمه جهه طلعه فيلالت. وتبارك الله عليكم، وحتى لا يخفى عليكم ان شاء الله يعني في هذا الشهر المبارك اكيد انها ستكون تغطيه خاصه في هذا الشهر ان شاء الله، ونشوفوا الاجواء الرمضانيه كيف تعاش بقلب إقليم الرشيدية وإقليم ميدلت وإقليم تنغير وإقليم زاكورا وإقليم وكذلك ورزازات. سيلو سعيد حياك الله وتبارك الله عليك والشكر موصول لك. السلام عليكم ورحمة الله. الله يغفر لنا ويسامح لنا أكيد أخويا لو سعيد، الله يسامح ويغفر للجميع. تحية كبيرة لكل المتابعين وتبارك الله عليكم. وحتى لا أطيل عليكم، كيف ما كنقولوا راه جولة منها جولة ليلية شفنا فيها أشهر شارع بمدينة الرشيدية اللي هو شارع مدغرة، ودرنا جولة خفيفة ظريفة مع كل المتابعين والمتابعات، وكتكون منها وكذلك يعني رسائل ليس مخفية مكشوفة لكل المتابعين والمتابعات ولكل المسؤولين والمنتخبين انهم يشوفوا وكذلك من حال مدينه الرشيديه، لان تنكشف وكذلك يعني انارتهم وشوارع هذه المدينه، ويكون التعليق ديال المتابعين اوضح لكل منتخبي المدينه. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن. وهنا متابعي قناة شوف تيفي ينتهي بثي إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. ورمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. هادشي اللي قلنا السي عبد العالي تبارك الله عليك، هاد الزنقه خصها الزفت، يعني راه رسائل كتكون يعني واضحه. الله يهدي المسؤولين على ديك الرشيديه اكيد تبارك الله عليك والشكر موصول ليك. هادو هما الرسائل اللي بغيت انا منكم، لانكم كتشوفوا الرشيديه بالليل وكتشوفوا الاناره اللي فيها، كتشوفوا الشوارع اللي فيها، كتشوفوا كذلك الازقه اللي كندوزو منها، ومن هنا يعني كتعرفوا انكم تعطيو تعليقاتكم حول المدينه. فحياكم الله وتبارك الله عليكم، والفاهمين فهم كيف ما قلنا. تبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.